هو سؤال واحد بس، مين المتسبب في اللي حاصل في الكرة المصرية الفترة اللي فاتت دي ولحد دلوقتي؟ مين سبب حرق الدم جمهور الاهلي وجمهور الزمالك لحد دلوقتي؟ مين المتسبب في كل المشاكل اللي احنا شفناها مع منتخب مصر والفضايح والكوارث اللي احنا شفناها مع منتخب مصر لحد دلوقتي؟ هي دي الاسئلة اللي لازم تتسأل قبل بقى ما اقول لك ان كهربا غلطان، وان نادي الزمالك متسبب في مش عارف ايه، وان النادي الاهلي عنده مشاكل في ايه، وان في قضية مرفوعة، وان الفيفا جاي. سيبك بقى من كل الكلام ده كده، تعالى كده هات لنا المواضيع دي من اولها. الموضوع من الاول عشان تعرف انت بنفسك في اخر الحلقة تجاوب على السؤال ده اللي هو مين المتسبب في اللي وصلنا لكده، او هنفضل لحد امتى في الفشل اللي احنا فيه ده. انت اللي هتجاوب على السؤال ده في الاخر. طيب مبدئيا كده، المواضيع بدأت ازاي عن مباراة السوبر المصري بين الاهلي وبين الزمالك؟ هل هي وليدة اللحظة؟ هل هي وليدة الصدفة دلوقتي؟ لا. الموضوع بدأ ان كهربا كان يعني عليه ضغوطات كبيرة جدا الفترة اللي كان قبل مباراة الأهلي والزمالك اللي كسبها النادي الأهلي 3-0، ورئيس نادي الزمالك كان بيشتم كهربا علنا كده على التلفزيون، وبيشتم كل الناس وفي أي حد وطايح في الكل، وزي ما بيقولوا كده إيه، ملوش كاسر. طيب بعدين اللي حصل ان كهربا احتفل مع الجمهور، احتفل غلط بطريقه غلط لا تليق بان انا اقول لك مثلا ان اللاعب ده ما يتعاقبش. لا يا سيدي، عاقبه. خلينا بقى نتكلم في الجد. الواحد، احنا كنا بنشير الكلام ده على سبيل الهزار بنضحك، لكن الموضوع قلب بجد. الموضوع قلب ان نادي الزمالك منسحب، والموضوع قلب ان في اساسا مشاكل سابقه. ولو جيت تشوف خيط الموضوع واحتقان الجمهور سببه ايه؟ سببه اللي انا هكلمك عنه دلوقتي. في البدايه ان كهربا عمل غلط. الغلط ده بعد الاحتفال بتاعه بالهدف اللي جابه والمباراه اللي تألق فيه، تمام. خلي بالك بقى، كيرف كهربا طالع ونجمه عالي مع النادي الاهلي، وبقى حجز مكانه بقوه، واللاعب بيعمل مباريات عظيمه جدا، ولا نقلل من قدر اللاعب ولا من امكانياته، وهو لازم يكون موجود في الملعب. بعدين اللي حصل ايه؟ هل اتحاد الكوره خد قرار؟ لا، اتحاد الكوره استنى كتير، يوم، اتنين، تلاتة، شهر، اتنين، 3 شهور. اتحاد الكوره استنى 3 شهور لحد ما يبت في الموضوع، ولحد ما يقول لك القرار بتاعنا ايه. القرار ظالم، القرار ظالم، يتوقف هو يتوقف، بس ما يتوقفش 12 مباراة وما يتغرمش مليون جنيه. ده ده وجهة نظري انا. يتوقف كهربا، يتوقف له ماتش وماتشين وخلاص، وخلصت الامور على كده. لكن مش غرامة كبيرة توصل لحد ال 12 مباراة وال10 مباريات والكلام الفارغ اللي احنا سمعناه ده. طيب، تظلم كهربا، تظلمه. خلي بالك بقى، الكلام ده طلع امتى؟ قبل مباراة السوبر. طب خلي بالك كده، الاهلي هيزرجن، فالاهلي ممكن ما يلعبش مباراة السوبر بسبب ان هو شايف ان ده ظلم وتعرض له اللاعب بتاعه مش عارف ايه. طيب اتحاد الكوره بقى الهش بتاعنا يعمل ايه؟ اتحاد الكوره يقول لك الحق، احنا برضو عايزين نطيب خاطر النادي الاهلي، فنعمل ايه بقى؟ نخلي كهربا يلعب كاس السوبر، وبعد كاس السوبر تتم العقوبة عليه. يبقى احنا كده ممكن نراضي بيها الاهلي. طب الزمالك اساسا يقول لك ايه ده انا كان عندي السنة اللي فاتت نفس الواقع مع امام عاشور او مع شيكابالا، وانت وقفتهم على طول على الفور، ولما عملت تظلم قلت لا، التظلم ده نشوفه بعدين، بعد ما الثمان مباريات اللي انا موقف فيهم اللعيبة يخلصوا. هل ده حصل مع كهربا؟ لا، ما حصلش مع كهربا. فبالتالي نادي الزمالك قال انا ما عنديش ادنى مشكله خالص ان انا ما العبش مباراه السوبر. مش هيلعب الزمالك مباراه السوبر، وكمان قال لك ايه؟ قال لك كده كده انا مش معايا بطولات ومش محقق اي حاجه السنه دي، فمش فارقه معايا حاجه. اهم حاجه عندي ان انا مش هينفع ان انا اتنازل عن حقوقي. طيب، في حين ان النادي الاهلي برضو رافع مقدم طلبات او مقدم شكاوي في رئيس النادي، ورئيس النادي ده اتسجن، ورئيس نادي الزمالك اتسجن شهر بعد الشتايم اللي حصلت على محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي وعلى ناس كتيره جدا. المهم الراجل اتوقف، والراجل بعدين قال لك الراجل ده معزول، وبعدين لقينا الراجل ده موجود، وكان موجود امبارح في الحوار الوطني اللي عامله سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع
نخبة من الناس في جميع الأوساط يعني للحوار الوطني، ويلتقي الخطيب بمرتضى منصور. طب كل الكلام ده، هو مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ولا مرتضى منصور معزول؟ طب هو كهربا موقوف ولا ما توقفش؟ طب هو السوبر هيتلعب بين الاهلي والزمالك ولا الزمالك تراجع؟ الزمالك تراجع، والزمالك قال لك انا منسحب ومش هلعب مباراة السوبر دي، وده حق مشروع لنادي الزمالك. طب نعمل ايه دلوقتي؟ دلوقتي النادي الاهلي خلاص مسافر، والمفروض ان نادي الزمالك كان مسافر. البديل قال لك نجيب بيراميدز. بيراميدز مين يا جماعه؟ ده بيراميدز ده طالع وقايل انا عندي مشاكل مع اتحاد الكوره وعندي مشاكل مع النادي الاهلي، وطالع عيوطه. طب وبعدين اللي حصل ايه؟ عشان سالم الشمسي حب يلم الموضوع، والموضوع في ابو ظبي في الامارات، فعشان يهندل الدنيا فوافق نادي بيراميدز وراح. باتشيكو طبعا هيتجنن، ايه ده انا جاي من افريقيا وانت دلوقتي بتقول لي روح كاس سوبر كمان يومين، انا هعمل ايه؟ والنادي الاهلي قال لك انت لسه ملعبه في الكاس فصباح الفل يعني عادي، ومشي اللعبه ومشيها. طيب باتشيكو هيمشي اللعب وهيسافر فعلا نادي بيراميدز، والمباراه هتبقى بين الاهلي وبيراميدز. خلي بالك ان وصل ان حصل كده 5-6 ساعات الناس تقول لك ايه؟ الاهلي والاتحاد، لا الاهلي وفيوتشر فريق لسه طالع جديد ومش عارف ايه، لا الاهلي ومش عارف ايه. قمة في العبث والهطل والهبل لاقوى ديربي في الوسط العربي كله ما بين الاهلي والزمالك، واعرق واقدم ديربي يحصل فيه اللي احنا بنشوفه ده. الموضوع كله على بعضه يعني نكتة بايخة، موضوع مضحك ان احنا بقينا يعني مسخة او حاجة كده هزلية، مسرحية هزلية باهتة ملهاش اي عنوان غير يعني الضحك والسخرية اللي هيتعمل علينا. ولكن عدينا من الامور دي. طيب دلوقتي مين اللي غلطان او مين اللي له حق؟ هل الاهلي اللي له حق عشان كهربا هيتوقف 12 مباراة؟ وانا بقول لك لا، كهربا ما يتوقفش 12 مباراة، وكهربا كده مظلوم. وكمان انت عايز توقف اللاعب، فاستنيت لما اللاعب ده بريق ولمع ونجمه ظهر، وجاي بعد 3 شهور تصحى كنت نايم صحيت افتكرت ان كهربا كان في لقطة له، فان كهربا احنا محتاجين نعمل عليه عقوبة، وكهربا له حوار مع الفيفا، فانا مش عارف ايه. النادي الاهلي في النهاية قال لك لا، انا مش هوافق على القرار ده. فحصل ايه؟ فحصل ان هم عملوا التأجيل بعد مباراة السوبر، ولسه النادي الاهلي لسه مش عارفين هيعمل ايه. فدلوقتي اتحاد الكرة في مأزق، ما هوش عارف هيعمل ايه مع الاهلي. طب روح للجانب التاني، الجانب التاني اللي هو نادي الزمالك، ده التذاكر اتباعت، التذاكر اتباعت والرعاة تمام وكل حاجة تمام واحنا مسستمين ورقنا، بس نادي الزمالك قال لك انا منسحب بعد ان انت تقول الكلام ده. فيقول لك ايه يا عم، خلاص عارفين مرتضى منصور وهيعمل الشويتين بتوعه، وفي الاخر هيرجع ويقول لك عشان ايه؟ الاتحاد الوطني وعشان بس مصلحة الوطن، والكلام الجميل اللطيف اللي بيطلع يتقال ده. لا، الكلام طلع بجد، ومرتضى منصور قال لا انا مش هكمل، لا احنا منسحبين. فيطلع جماهير نادي الزمالك اللي كانت بتشتم في مرتضى منصور اساسا وزعلانه منه ومش عايزينه يبقى رئيس نادي الزمالك، وهو السبب في تخريب نادي الزمالك، وهو السبب في اللي نادي الزمالك وصل له، وهو يطلع بموقف واحد ياخد دور البطوله ودور الانجاز. شعب طيب، شعب والله طيب، تمام. ودلوقتي مرتضى منصور الرئيس التاريخي، وكلنا معاك وكلنا وراك في القرار اللي انت خدته. فدلوقتي زاد الطين بلة على مين؟ على اتحاد الكرة. واتحاد الكرة قاعد يا حبيبي لا حول له ولا قوة، مش عارف يجيب مين يوديه فين، يصلح مين ويجيب منين. واتحاد الكرة هو السبب في اللي انت شايفه قدامك ده. من لو واحد طلع زملكاوي قال لي الزمالك له حق، هقول له طبعا له حق. ولو واحد اهلاوي قال لي الاهلي له حق، هقول له طبعا 1,000,000% له حق. طيب حد هيكسب في النهاية؟ لا، احنا كلنا خسرانين، الكرة المصرية كلها خسرانة. واحب اقول لك بس ان الاتحاد مش دي اول بلوة ليه، ولا دي اول مصيبة ليه، ولا دي اول كارثة ليه. ارجع معايا كده ورا، وانت هتلاقي ان انت اساسا في ناس غلابة كانوا مصدقين ان الاتحاد الكلام اللي هو بيقوله صح، اللي هو ان احنا ممكن اساسا بعد ما خسرنا من السنغال ان المباراة هتتعاد ومش عارف ايه، واحنا هنوصل كاس العالم وانجلترا هتطلعنا من كاس العالم. يا عم
الاتحاد لازم يتغير بأسرع وقت، لازم يحصل تطهير للكرة المصرية. الكرة المصرية الاتحاد بتاعها اتحاد فاشل، هش ضعيف، ما مش عارف اساسا ان هو. يا اخي ده احنا كانت فضحتنا بجلاجل لما مشينا ايهاب جلال. تعال اقول لك بس كده ايه، عندك بلاوي كتير. ايهاب جلال مشى، ايهاب جلال مشى وهو في الطياره، ايهاب جلال مشى وهو لعب ماتشين بس، ايهاب جلال مشى بفضيحه كبيره جدا. كارلوس كيروش مشى بفضيحه كبيره جدا، وقلت ما عندناش دولار وعندنا ازمه في الدولار ومش عارف ايه. فجاه جبت لنا فيتوريا، وفيتوريا راجل كويس وماشي كويس، قلت برضه ان في ازمه في توفير الدولار ومش عارفين نوفر الدولار. ودلوقتي انت بتقول لي انا ممكن امشي فيتوريا. عندك منتخب الشباب، منتخب الشباب اللي لا حول له ولا قوه، فاشل وبامتياز. فاشل وبامتياز ليه؟ لان انت ما عندكش فكر، ما عندكش تخطيط، جايب لي مدربين انت ما انتش عارف، وما انت لا انت عارف تدير ولا انت عارف تقيم، لا انت عارف تقول انا عندي خطط ببني عليها وعشان اوصل بيها للمكانه الفلانيه، ولا انت عندك اي حاجه تتكلم فيها عن منتخب مصر او تدعمه. انت مجرد اتحاد بينفذ شوية كلام، هو ما هوش فاهم اساسا اللي بينفذه ده ايه، والنتيجة في الاخر بتيجي على قفا مين ودماغ مين؟ على قفا الناس الغلابة وعلى قفا الاندية المصرية. كم من مشاكل عملها اتحاد الكورة كتير، فاعتقد ان كفاية على اتحاد الكورة قوي لحد هنا. كان نفسي النهاردة اكلمك عن استعدادات النادي الاهلي، كان نفسي النهارده اكلمك عن قوه نادي الزمالك، كان نفسي اكلمك النهارده عن ايه التكنيك واخر التطورات اللي حصلت في بعثه النادي الاهلي واخر التطورات اللي حصلت في بعثه نادي الزمالك. كنت عايز اكلمك عن المهرجان والمحفل اللي هيكون موجود بين قطبين الكره المصريه، المفروض الديربي اللي الناس كلها بتفضل مستنياه، سواء كنت مصري او غير مصري. ده اقوى واعرق ديربي على مستوى الوطن العربي كله، والناس كلها بتبقى قاعده مستنياه. لكن يعني يا فرحه ما تمت. اللي حصل ان دلوقتي خلاص الزمالك انسحب، ورسميا الاهلي هيواجه بيراميدز، اللي انا مش صعبان عليا غير باتشيكو ومارسيل كولر. بصراحه مارسيل كولر الراجل هو وجهازه الفني والمحللين بتوعه شغالين وبيشغلوا اللعيبه على ان هيلعبوا الزمالك. فجاه دلوقتي ما بين لحظه والتانيه لا والله التدريب هيتغير واحنا هنلاعب بيراميدز. انا مش عارف يعني مثلا ده ما كانوش اساسا عارفين هيلعبوا مين، قعدنا فتره على كده مش عارفين مين اللي هيلاعب بقى الاهلي. فيعني الله يكون في عون المدربين. ولكن في النهايه المباراه هتكون ما بين نادي الاهلي ونادي بيراميدز، عشان نادي بيراميدز كان المركز الثاني، فبالتبعيه خلاص الفريق اللي بيكون موجود بعد على طول فهو اللي بيجي. فالمباراة المنتظرة مباراة السوبر هتكون بين النادي الأهلي ونادي بيراميدز. أتمنى أنها تكون مباراة ممتعة والنادي الأهلي يحقق فيها البطولة بإذن الله. وإن شاء الله أشوفكم في حلقة جديدة وأخبار جديدة. وما تنساش تصلي على النبي يا صاحبي وتنزل تدينا اللايك الجميل وتدعمنا، عشان أنت السبب في اللي احنا وصلنا ليه. وإن شاء الله بدعمك وبدعمك ليا هو ده اللي هيخليني إن أنا أكمل. فما تنساش إن أنت الداعم الوحيد ليا، وأشوفك على خير والسلام عليكم.